ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم فيديو جديد، وقبل ما اقول اي حاجه ما ننساش نصلي على النبي، وبرده ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده في قناه ابله كيداهم فاميلي. النهارده جيت لكم بالسبلايز بتاعي كله، عايزه اوريكم كل حاجه لاول يوم دراسه. هحضر معاكم الشنطه بتاعتي، انا في ثالثه ثانوي فاكيد انا بادئه قبلها يعني والكلام ده. فتعالوا اوريكم ايه اللي انا هاخده وايه اللي هخليه وايه اللي هعمله. يلا بينا تعالوا. دي الشنطة بتاعت أول يوم في الثانوية العامة. دي اللي اخترتها صغيرة علشان الشنطة الكبيرة مش هحتاجها في حاجة، لأن هتبقى محتاجة أدوات كتيرة أوي وأنا مش هتلزمني. الأدوات الكتيرة دي اللي هتحتاجها بقى حاجات بسيطة شوية. ده في المدرسة، وأنا اخترت المقلمة دي. بتشيل حاجات كتيرة أوي وهحتاجها كتير أوي بعد كده يعني. فهوريكم الحاجة اللي أنا هحط فيها. ده البراية، وده الصم، والأستيكة، ودي ستيك نوت، وده قلم التخطيط اللي بنخطط بيه نعلم عليه. وحبيت اجيب برضو الصم يقول معايا البلاستر ده بيساعدني في حاجات يعني. ودي القلمة بكل الوانها وانواعها، والكوركتور والسنون والقلمة يعني والوانها يعني كده. وفي حاجات انا كنت مستعملاها فمش لازم ان انا اظهرها يعني، مش مهم. ودول هشيلهم دلوقتي في المقلمة. الحاجة اللي انا ممكن فعلا احتاجها كتير قوي فلازم احطها، الحاجة المهمة جدا بحطها هنا. والحاجة اللي انا مخليها في البيت عادي مش مهم اللي انا اخليها يعني، دي اول حاجة حضرناها. وده مرتب للايد، وده المناديل لازم يبقى معانا. وبرده في مرتب تاني، وفي حاجات مستحضرات تجميل لسه ما جبتهاش عشان لسه هنزل الصيدليه واشوف هجيب ايه. وده زبده الكاكاو يعني زي مثلا سان بلوك والكلام ده كله لسه ما جبتهوش. والمصحف ده اهم حاجه باخده معايا في الشنطه ومعايا. والنوتة زي كده، دول ده كنت اخداه في الحصه وده اشتريته. تمام. وده محفظه، ودي بوك برضو صغير، ده بخلي فيه فلوس مجمده، وده فلوس فك عادي يعني ممكن اخليه معايا. ودي كمان هاخدها معايا علشان كشكول سلك ممكن نكتب اي حاجة مهمة في المدرسة وكده، ده لو لقينا يعني حد يقف لنا. ودي اللي بنحط فيها المشروب السخن، بيحافظ على المية، على اي حاجة سخنة او مشروب ساقع ايا كان هو ايه. فانا جبت منه. والشاليمو ده هاخد منه لو انا مثلا هجيب كنز او هجيب اي حاجة هشربها، فانا هاخد واحدة منه ماما جايبهولنا يعني كده. بس كده. وفي زمزمية، فلما الصبح اول ما هلبس يعني وكده اوريكم لبس المدرسة، هوريكم الحاجة كلها باللانش بوكس وكل حاجة. فبس كده، دي الحاجة تعالوا نحطها بقى جوه الشنطة. ده اللي هو الكشكول السلك، والمصحف هنحطه في الشنطة. وده الأدوات، ودول اللي هم المرتبات والمناديل هنحطهم في الحتة دي. وده انا مش هاخد الاتنين، هاخد واحد وهخلي واحد علشان نكتب الحاجات برضو المهمة اللي هتبقى في المدرسة، عشان معايا واحد تاني نخلي الدروس وكده يعني. فبكده هنكون حضرنا الشنطة بتاعت اول يوم دراسة. فانتظروني لما اخد شاور، وبعد كده هروح هنام اكيد يعني. وهروح انتقل البس اول ما اصحى الساعه 6 هروح البس لبس المدرسه واصور لكم الفلوج التاني. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده في قناه ابله كيداهم فاميلي. باي. صباح الخير، انا لسه صاحيه دلوقتي حالا الساعه 5:15 بالظبط. فقمت من على السرير على طول، رحت ماسكه التليفون، حتى وشي ما اتغسلش. فانا هروح اغسل وشي واتوضى عشان اجهز نفسي للصلاه. بعد كده هشوف هعمل ايه، هصور لكم كل حاجه اول باول. ويلا بينا خليكم معايا. لسه مخلصه صلاه دلوقتي حالا يا جماعه، ودلوقتي اهو اللبس بتاعي جاهز، مجهزاه من امبارح. فاروح البس وهشوف ايه اللي ناقصني وهشوف ايه كمان ممكن اكون ناسيه وارجع لكم تاني. ده اللانش بوكس بتاع المدرسة، عملته سريع معرفتش اصورلكوا كل حاجة بالتفاصيل عشان الوقت. وده كان اخر حاجة اللبس بتاع المدرسة، ومعرفتش برضه اصورلكوا بالتفاصيل علشان كان الوقت مش بايدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم.